خليني ألعب معاك لعبة سريعة. جاوبني في سرك ومن غير ما تفكر ولا ثانية. الجاموسة بتشرب إيه؟ سمعتك قلت لبن، صح؟ يا راجل، الجاموسة بتشرب مية وبتطلع لبن. طب إيه اللي حصل في مخك حالا؟ مخك لقى جملة ناقصة فراح مقفلها من عنده باللي موجود في التلاجة. المخ البشري ما بيحبش الفراغ، بيكرهه. لو لقى حكاية مخرومة بيخمن الباقي عشان يفصل ويستريح. بس اللقطة فين؟ المخ ساعات ما بيعرفش يفرق بين تخمينة والحقيقة، ولو الحقيقة غابت أي حكاية صايعة ممكن تقعد مكانها وتعمل صاحب ده. وده اللي بيحصل في التاريخ عيني عيني. لما تفتح الموبايل تلاقي فيديو لواحد أجنبي بيقول لك رمسيس الثاني كان نيجيري أو جدودكم ملهمش علاقة بالمصري القديم، احنا بنعمل ايه؟ دمنا بيغلي، بنقفش وندخل الخناقة بأبحاث الدي ان ايه وشتايم من قاع المحيط. بس احنا كده بنرد على آخر الجملة مش على أولها. السؤال الحقيقي مش مين قال الهبدة دي، السؤال هو ازاي الجملة دي عاشت 100 سنة ووصلت لحد عندك؟ ازاي فضلت تفرغ أفكار جيل ورا جيل؟ المعركة هنا مش خناقة ألوان جوه صالة الملوك. المعركة الحقيقية هي تتبع جينات الأفكار. تعال معايا نرجع بالزمن عشان نشوف أول خيط في رحلة الفكرة دي.